لو نسأل سؤال نقول قديش يقدر الإنسان يقعد عايش من غير ماكلة؟ قديش أقصى مدة يقدر يوصلها يقعد عايش من غير ماكلة؟ وقديش أقصى مدة يقدر يعيشها من غير مية؟ تعالوا نعرف الموضوع هذا. أول شيء خلينا نتكلموا عليه قديش يقدر الإنسان يقعد من غير ما يشرب مية. التقديرات تقول من 3 ل5 أيام. أول يوم في الجفاف يبدأ فيه الصداع والتعب والفشل الجسم الكامل. تاني يوم يبدأ الجفاف، الفم واللسان وضغط الدم ينزل ويبدأ عنده هبوط. ثالث ورابع يوم يبدأ فيه فشل الأعضاء الداخلية وتلفهم. اليوم الخامس والسادس يبدأ الموت، لأن نتيجة عن القصور في وظائف الكلى أو عضلة القلب فيموت الإنسان. أما بالنسبة للماكلة تقديريا بين 30 ل 60 يوم يقدر يعيش من غير ماكلة. نقول لكم كيف. أول 3 أيام الإنسان يبدأ يستنزف من الجلوكوز المخزن في جسمه، السكر يبدأ يستنزف منه لمدة 3 أيام الأولى. بعد 3 أيام خشوا في أول أسبوع يبدأ يستنزف الدهون المتراكمة في جسمه، لو عنده دهون طبعا، لو الشخص كان عنده فات هلبة. والأسبوعين اللي بعدهم يبدأ يستنزف من البروتين اللي موجود في العضلات، فيبدأ ما عادش في عنده عضلات ويبدأ تلقوه جلد على عظم زي الصورة هذه. واخر اسبوعين يبدا الموت والخطر الحقيقي للموت لو ما فيش تدخل او مكلاش. هذا ما يصير للانسان في حاله انه مكلاش. هل عندكم علم ان في ناس عايشين معنا في هذه الحياه وفي هذا الكوكب يعيشوا المجاعه هذه؟ عندهم تو تقريبا 1 و9 شهور تقريبا عايشين خطر المجاعه. تعرفوا ان في ناس للان قعدت 20 يوم من غير ما تاكل، من غير ما تاكل اي شيء. نعطيكم امثله. تعال اشوفوا معي الفيديوهات والصور هذه. مش ماكله؟ لا والله انا بالمره يعني. اليوم اللي بروح من عمرها. ايش بتستنوا؟ هذا الطفل ليش بصير فيه هيك؟ أين العرب؟ وأين العروبة؟ ما حركتكم تلك المشاهد؟ هل أنتم متخيلين نحن عايشين في دنيا فيها الناس هذه، الناس والأرواح هذه اللي قاعدة تموت يوميا من الجوع، والأطفال هذه اللي هي صارت خطرها بس تاكل، خطرها في خبزة اللي احنا لوحوا فيها حشاكم للدواب والأمور الثانية. الرحمة الله سبحانه وتعالى نزلها بالعبادة. لو الرحمة هذه ماتت أو انتزعت منا راح زينا زي الحيوانات حشاكم. في غابة كل واحد يأكل الثاني. وللأسف اللي صاير إن في غزة غادي الشيء هذا للأسف إن بدو يأكلوا بعضهم. حطوا روحكم في مكان لما تلقى طفلك بنتك أو ابنك ما عندهش ما يأكل، شو ممكن تدير؟ حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم.